ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده كنت بجهز معاكم وعملت الميك اب الكيوت ده، ميك اب بينكي كده ناعم. فلو حابين تعرفوا انا عملته ازاي تابعوا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان تعملوا لايك وشير. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. اول حاجه استخدمتها كان الجلو ميكسر بتاع شي جلام اللي هو درجته فير ناتشرال او نيوترال. يعني خلاص بقى خطوة أساسية لازم بعملها قبل ما أحط أي حاجة على وشي. بيدي جلو تحفة وبيرطب شوية البشرة. بس انا حاسه انه خلاص مش عايزه احطه على قورتي. بحسه ان هو يعني لو عندك مثلا مسام او عندك حاجه في بشرتك كده بارزه او بتاع بيبينها، ممكن ايه يخلي شكل البشره مش انعم حاجه يعني. فانا بحب احطه اكتر عند الخدود بقى وكده، الحته اللي هي بحس ان هي تبقى احلى لو فيها جلو. وبعد كده برسم حواجبي بقلم الحاجب بتاع شي جلام برضو اللي هو درجته لايت براون. من احلى اقلام الحواجب اللي ممكن تجربوها، سهل جدا في الرسم، عنده درجات مختلفه. انا بحس الدرجه دي اكتر درجه مناسبه معايا، مش غامقه اوفر ومش فاتحه كمان، فايه يعني مدياني الشكل البرفكت لحواجبي. وبعد كده استخدمت الكونسيلر بتاع كليو ده اللي هو كريم للعين وفي نفس الوقت كونسيلر. فانا بحب استخدمه جدا في الاستخدام اليومي، خفيف كده وتخطيطه مش عاليه قوي بس بينور كده وبيوحد لون البشره. هو درجته بتحسيها مصفرة كده شوية، بس لما بتندمج مع البشرة يعني عادي بتبقى شكلها كويس. ويعني انا بستخدمها هي بس على وشي كله كده تحت عينيا، بحيث ان انا ايه انور بس بشرتي من النص كده. وطبعا دايما برجع بالبيوتي بلندر عشان اخلي كل حاجه ناعمه. بعد كده استخدمت الكريم بلاشر ده من فلورمر، واسمه او درجته روز وود تقريبا. عجبني قوي درجته، وكمان هو حلو قوي في السفر لان حجم البتاعه صغننه. وانا لقيته على نون تقريبا في حدود 250 300 جنيه، فسعره يعتبر مش عالي قوي. كان عليه سيل، فانا مش عارفه هو في العادي سعره كده ولا هو كان عليه سيل بس يعني. بس في العموم لو لقيته عليه سيل ممكن تجيبوه، لكن لو لقيته اغلى من كده لا، في حاجات ارخص وكميتها اكبر وتدي نفس الافكت. بس هو ككريم بلاشر تحفه، بيندمج بسهوله، البيجمنتيشن بتاعته حلوه، مش بيقطع، فجميل يعني. وبرجع بالبيوتي بلندر كده ادمج كل حاجه مع بعض، وهثبت بقى باللوز باودر اللي انا معلقه عليها بتاعت ميني سو. انا مش عارفه لغايه دلوقتي هي لسه بتتباع ولا لا، فلو حد شافها في ميني سو اللي في دبي يقول لنا. هي ميني سو نفسها عامله البراند دي، فمش عارفه بقى هي مش موجوده في مصر لسه تقريبا يعني. المهم بثبت بيها البشره، بحس الباودر دي فيها تغطيه شويه وفي نفس الوقت ايه فيها لون، فهي بتنور اكتر عشان زي ما قلت لكم الكونسيلر اوريدي كان لونه مصفر كده شويه. فمع الباودر دي بحس البشره ايه بتتظبط وبتثبت كل حاجه مكانها، وجميله جدا وناعمه مش بتنشف تحت العين، فبحبها قوي الباودر دي. طبعا بستخدم الباف عشان اثبت، بحس الباف يعني اكتر حاجه بتدي افكت ناعم كده. بس تعملوها بالتكنيك اللي هو زي ما انتوا بتشوفوه، باخد شويه وبدخل الباودر كده وبدمجها في الباف وبشيل اي زياده عشان ايه ما تبقاش مكلكعه او ما تبقاش شكلها كيكي تحت العين. وزي ما شايفين بصوا نورت والدنيا تمام. هاخد بقى برش وهبتدي ان انا ايه انفض كده لو في اي باودر زياده متبقيه. وهستخدم البرونزر ده من كاترس، ولكن الفرشة اللي انا اخدتها كانت اوريدي فيها برونزر كتير، فيعني هتلاقوا في حاجات كتير هتحصل. كان فيها برونزر قبل كده اللي هو بتاع جبريني ده، فهو البيجمنتيشن بتاعته عالية جدا، فانا ما خدتش بالي واخدت كمان عليها بتاع كاترس، فبقيت يعني ايه برتقانية خالص. والمناخير بصوا بقت عاملة ازاي، بس ما تقلوش هنصلح كل حاجة دلوقتي. اخدت البيوتي بلندر قعدت كده ادمج شوية، وبعدين حسيت برضو انه لا لسه شكلي غريب والبرونزر اوفر. هاخد بقى الباودر باف وابتدي ان انا ايه ادمج كده شوية بتاع اللي على الانف ده، واحاول اخففه عشان المنظر يبقى شكله احسن شوية، مبيبقاش شكلي يعني اوفر كده. وزي ما شايفين ظبطت الدنيا ودمجت كل حاجة مع بعض. وبعد كده هاخد ده لوس اي شادو من براند اسمها فلوريل. انا بحب استخدمه كبلاشر يعني توبر كده على الخدود، حلو قوي، بيدي لمعة تحفة ولونه بينك ناعم فخطير، وحسيته لايق اكتر حاجة مع الاوتفيت اللي انا كنت لابساه. فلو عندكم حاجة كده ممكن تستخدموها كبلاشر، مش هتقول لا بالعكس يعني. انا عاجبني الافكت بتاعه جدا، كأنه هايلايتر خفيف كده وفي نفس الوقت لونه بينك ناعم، فبجد تحفة. الاي شادو اللي هستخدمه هي الباليت بتاعه روبي روز، من الباليتس اللي انا بعشقها، هي بديله لباليت هدى بيوتي. وهاخد اكتر لون بحبه في الباليت اللي انتوا شايفين ان هو محفور قد ايه، على ان
دايما كل ما باجي استخدم الباليت دي ايدي بتيجي على الدرجة دي، يعني بحسها درجة مميزة كده وحلوة، بينك المظبوط كشمير كده تحفة. وحطيتها على كسرة العين بفرشة دمج، الفرشة اللي بستخدمها من مانج اللي هي موجودة على شي ان، حلوة جدا لو بتدوروا على طقم فرش حلو فيه كل حاجة كواليتي عالية وشكله وكل حاجة وسعر كمان، فجربوها الفرش دي من على شي ان خطيرة. وبس بدمج كده على كسرة العين وبنفس اللون على فرشة اصغر شوية، وببتدي ان انا برضو احطه او ادمجه على خط رموش اللي تحت، وبوصله بالاي شادو اللي فوق عشان يبقى شكل العين كده مرسوم وحلو. وبس يعني اللوك النهارده هيبقى حاجه سيمبل جدا، مش هعمل حاجه اوفر يعني، هاخد بس لون شيمر كده من الباليت، اللون البينك ده وبشكل خفيف جدا. بصوا انا بلمس حاجه خفيفه قوي على العين عشان انا مش عايزه اللون يطلع البيجمنت بتاعته قوي زي ما هو انا لو خدت منه كتير البيجمنت بتاعته قويه، فانا بحطه وبقعد امسحه كده بصبعي عشان يدي هنت لون خفيف يعني، مش عايزه حاجه اوفر يعني لانه ببقى نازله الصبح مثلا. وبعد كده كنت حاسه اني عايزه لون افتح سنه، فاخدت الباليت دي من شي جلام، اخدت اللون البينك الفاتح اللي فيها وبدات ان انا احطه فوق اللون اللي انا كنت واخداه من الباليت بتاعه روبي روز، هينور كده شويه اكتر. وبس كل حاجه كانت بالصوابع يعني، لوك بسيط جدا وسيمبل خالص مفهوش اي حاجه. وطبعا عشان كل حاجه تندمج مع بعض اخدت الفرشه اللي حطيت بيها اللون الانتقالي تاني، وبدات ان انا ادمج كده طرف اللون مع اللون الشمر ده. وبعد كده استخدمت الايلاينر ده من شي جلام، بدأت ان انا ارسم ايلاينر، كان بقالي كتير جدا وحطيتش ايلاينر اسود، فيعني كان وحشني شكلي لان انا من الناس اللي كنت دايما على طول ايلاينر اسود وكحل اسود، وبعدين فجأة خلاص ما بقيتش احط اي حاجة. فكان يعني نفسي احط ايلاينر، وزي ما شايفين عملت بس طرف العين عشان مبقاش فجأة يعني اوفر كده، لان انا بقيت احس ان الايلاينر بالنسبه لي اوفر لانه خلاص ما بقاش الطبيعي بتاعي ان انا احط ايلاينر. بس طبعا شكل الايلاينر بيغير شكل العين وبيحددها كده ويخليها تحفه. وبعد كده بدات ان انا اتني رموشي بالايلاش كيرلر دي برضو من شي ان، والماسكارا برضو من شي جلام اللي هي الناحيتين دول. انا بحب ناحيه الفوليوم اكتر من الناحيه اللي هي بتاعه اللانثنينج، بحسها مش بتدي افكت قوي اصلا. وحاسه ان هي بدات تنشف يعني وهي لسه انا فاتحاها، فانا مش عارفه ليه يعني. بس الماسكارا في العموم كويسه، بس ما اعتقدش ان هرجع اشتريها تاني يعني، في حاجات احلى منها. ولسه كنت مجربه ماسكارا تانية من شي جلام عجباني اكتر من دي بكتير، ومكانش في حد بيتكلم عنها اصلا، فمش عارفه بقى ايه المشكله في دي. بس هي الافكت بتاعها برضو مش وحش يعني، في ماسكارات اوحش منها بكتير، فدي تعتبر في النص اللي هي ولا وحشه قوي ولا حلوه قوي. والهايلايتر اللي ما بعرفش ان انا ابقى قدامي وما احطوش، مع اني كنت خلاص اوريدي جلوي جدا، بس تحفه الهايلايتر ده انا بعشقه، بينور البشره بشكل فظيع بجد، بينور تحفه زي انتوا شايفين كده، بيخليكي اللمبه ففظيع. وبحب ان انا اوزعه بفرشه زي فرشه اي شادو واسعه كده، بحس انها بتدمجه بشكل حلو وناعم يعني على البشره. واخر حاجه هي الشفايف، بدات ان انا احدد شفايفي بالليب لاينر. الليب لاينر ده من اسنس الدرجه اللي هي رقم 6 اسمها ساتين موف، حلوه جدا. انا ببقى عايزه احط حاجه على بينك دايما ايدي بتيجي على الليب لاينر ده، فحددت شفايفي كده يعني، مش بكبر قوي يعني، بس مجرد ان انا بحدد شكل الشفايف يعني. تحديد الشفايف بحسه من الحاجات اللي بتفرق جدا في الشكل. الليبستيك كان من ذا بالم اللي هي درجة سنسير، برضو من الليبستيكس البينكي اللي هي نود على بينك، اللي بحسها تحفة جدا. ويعني برضو ايدي بتيجي عليها لما ببقى عايزة اعمل حاجة على بينك، يبقى شكلها ناعم وحلو، وبرضو ايه مش بينك اوفر يعني، فخطيرة. وهو مات وبيثبت جدا، ثباته حلو قوي، وفي نعناع كده بسيط. وطبعا عشان انا خلاص مبقتش اعرف احط حاجة مات، دايما دايما هحط جلوس فوقيه. فالجلوس اللي انا معلقه عليه بتاع شي جلام ده خطير، اللي هو اللاين بتاع امبر روز، والدرجه دي اللي هي كانت اسمها unconditional، تحفه. وبس ده الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم. وده الفاينل لوك، يا رب يكون اللوك عجبكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامه.